السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني ومتابعين قناة دودو، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة بقى أنا جاية لكم في الفيديوهات بتاعة التوفير. هقول لكم هنعمل إيه. الطماطم طبعا كانت غالية أوي في الوقت إن هي بدأت ترخص، بس بقوله فترة وهتغلى تاني، فأنا بحب أستفيد من الوقت اللي هي بترخص فيه. فبعمل إيه؟ بجيب الطماطم تبقى حمرا اهيت، طرية يعني اهي. دي موجودة دلوقتي، يعني بتبقى في ناس عندها الكيلو ب5، وفي أماكن الكيلو ونص أو الكيلو وربع ب10 على حسب ما هو موجود. وتنقي الحمرا فيها اللينة كده اهوت، وتشيلي أي حتة فيها مش كويسة زي ما أنا عاملة، وتسيبيها سليمة كده، وتروحي جايبة طاسة حلة أي حاجة موجودة عندك، وتكون بغطا، لازم تكون متغطية علشان البخار بتاعها يفرز البخار بتاعها. يعني هجيب أي غطا من عندي وهغطيه. هنعمل فيها ايه؟ بعد ما تغسليها كويس قوي وتنضفيها، وتقومي رايحه حطها في حله كده، حطي لها من تحت معلقتين ميه، زي ما انا حاطه اهوت معلقتين ميه، ما تكتريش، معلقتين ميه بس عشان الارضيه ما تتحرقش معاكي وانت بتعمليه. وتقومي جايه على قوط عين عندك في البوتاجاز، قوط عين، وتقومي مولعاها وتوطيها كمان، يعني ما تسيبهاش عاليه، توطيها كمان على قوط عين، وطي خالص. ثواني يا جماعه اصلها طفت مني بس. دي بقى الطماطم دي بنعملها ونحطها في الفريزر، بتنجز معانا بقى لما تبقى الطماطم غاليه، الكهرباء قطعه، انت عايزه تطبخي، فيعني ايه بنحاول نستفيد مع بعض. شوف انا وطيت العين عامله ازاي. هناخد بقى الطماطم كده ونحطها، سيبيها بقى متغطيه، هغطي عليها وهسيبها حوالي نص ساعه على النار دي، وبعدين هوريها لكم بعد ما تستوي. يلا بقى نشوف الطماطم كده اخبارها ايه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهيت اهي، شفتي القشرة بتاعتها اللي فوق بدأت تفصل معانا اهي، كده استوت خالص اهي، شايفاها اهي اهي كده استوت خالص معانا. شفتوا كمية المية اللي نزلتها قد ايه؟ يا رب بس الصورة تكون واضحة عشان البخار اللي طالع. كمية المية اللي نزلتها قد ايه، كتير ازاي. كده خلاص هي استوت معانا وبقت حلوة قوي. هعمل ايه دلوقتي؟ خلاص انا هطفي عليها النار، هطفي عليها النار وهسيبها تبرد خالص، تبرد خالص، وبعدين هضربها بقى في الخلاط، في الكبة، في الهاند بلندر اللي موجود عندك اعملي. المهم ان احنا نضربها في اي حاجة، نخلطها نفرمها يعني عشان نعملها صلصة. وبعدين لما تبرد بقى واعملها في الخلاط، انا هعملها في الخلاط، هوريها لكم هيبقى شكلها ايه وهنخزنها مع بعض ازاي. اهوت انا كده فرمت الطماطم معايا اهوت، من غير لا بنجر ولا اي حاجه خالص، ولونها ما شاء الله حلو، لان هي الطماطم اصلا انا جايباها حمرا. فكده انا فرمتها معايا اهوت. هشوف بقى حاجة دلوقتي، علبة أو حاجة أفضيها فيها وراها. اهوت انا فضيتها في علبة معايا اهوت زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى انا هشيلها في الفريزر زي ما هي كده، اغطيها واحطها في الفريزر. ده بقى بتنجز معايا في اي مثلا الكهرباء تبقى قطع يوم، مفيش طماطم، الطماطم غليت، عودي نفسك هتجيبي الطماطم لو هتشيلي منها نص كيلو بس احمر، تعملي وتشيلي في الفريزر. ده توفير معاكي، وبتنجز معاكي بقى في اي وقت. الطماطم هتغلى، يبقى طبعا عندنا العمال اللي تطبخي بيها او تعملي، الكهرباء قطعت يبقى عندك ما تقفيش على حاجه. يبقى دي من ضمن الحاجات التوفير اللي احنا بنعملها، اللي احنا بنشيل من الطماطم ونعمل صلصه ونعينها في الفريزر. بس ده الفيديو البسيط اللي انا حبيت اعمله لكم النهارده، بطريقه توفير بسيطه، وتقدري انك توفري وتعملي كل حاجه انت عايزاها في البيت، بدل ما تنزلي وتشتري صلصه وكده. لا، نوفر ونعمل حاجتنا في البيت. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاعجاب والاشتراك بالقناه عشان يوصلكم